في ناس كتير من ساعة آخر فيديو بتبعت لي وبيقولوا لي وبيكتبوا لي أيسر سافر، أنت مش بتسافر ليه؟ سافر. الكلام ده سهل، الفعل أو التطبيق في الوضع الاقتصادي وفي الوضع اللي احنا فيه حاليا صعب. ومش عليا انا بس، ومش بقى نيجاتيف ومش عارف، لا 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 لا، انا هقول لك دلوقتي، انا هعمل لك دلوقتي جرد للواقع اللي انا فيه، اللي انا متاكد ان فيه شباب مصريين كتير وشباب في المنطقه وفي العالم عامه بيشتركوا معايا في الواقع ده، علشان كده مش عارفين يسيبوا المكان اللي هم فيه، او صعب عليهم ان هم يسيبوا المكان اللي هم فيه ويروحوا مكان تاني حاليا في الوضع اللي احنا حاليا واقفين فيه. واللي انا هتكلم فيه ده مش شكوى، هو ده جرد للواقع بكل ما فيه من حقيقة. اول سبب مش عارف اسافر علشانه دلوقتي الفلوس. الفلوس يا جماعة، انت علشان تسافر محتاج حساب، مثلا عايز تسافر اوروبا محتاج حساب بنكي، تمام، اللي هو اشتيك كونتو تقريبا بيسموه كده. فين الفلوس اللي هتضمن لي اللي انا هحطها في حسابي البنكي ده؟ يا ايسر اتصرف مش عارف ايه، حطهم في البنك ولما تخلع الشخص اللي هو هيديك الفلوس يسحبهم. انا ما عنديش شخص يديني المبلغ ده، خلي بالك، وانا متاكد ان في ناس كتير شبهي ما عندهمش الشخص اللي يديهم المبلغ ده، حتى لو انت ضامن ان الشخص هياخد فلوسه تاني، ما انت ما عندكش حل تاني، هو هياخد فلوسه تاني لان دي مش فلوسك، تمام. وبعدين مثلا اهلي مش زي اهلنا في الارياف ولا في الصعيد، مثلا عنده شقه، عنده حته ارض، عنده بيت ممكن مثلا ابيعها يحط لي مثلا الفلوس في البنك وبعد كده يرهنها، اي حاجه من الحاجات دي، بحيث اني اخد الفلوس بتاعت الحاجه دي احطها في الحساب البنكي، او مثلا ادرس بيها او ادفع مثلا سنه دراسه علشان اخلع من البلد وبعد كده بديها له، اشتغل واديها له، ولا بعد كده، فاهم عايز اقول لك ايه؟ انا ما عنديش الحته دي. فالفلوس هو، مش بقول ان هو عائق، بس هو الفلوس هي حاجه اساسيه من اني مش عارف اسافر دلوقتي. الاقتصاد طبعا زي ما احنا عارفين فرق العمله فظيع، يعني فرق العمله سواء الدولار او اليورو، فرق العمله مش هيساعدك ان انت حتى تجمع الحساب البنكي. مش ان انت مثلا يا ايسر اشتغل على نفسك ومش عارف ايه وروح وجاء، انا وروح وتعالى، انا في وقت كنت بشتغل فيه شغلانتين، هل جمعت مبلغ محترم علشان احطه في حساب بنكي عشان اخلع؟ لا، انا كنت بعيش وكنت بوفر شويه والامور كانت بتبقى ظابطه، بس اني اخد مبلغ او اني احوش مبلغ اطلع بيه بره مش ظابطه. تاني حاجه الشهاده، انا معايا بكالوريوس تجاره جامعه اسكندريه، شهاده جامده، بحب الجامعه دي، وشهاده قعدت 4 سنين ادرس فيها، بس هل شهادتي دي معترف بيها بره؟ الاجابه هي لا، محتاج يا اما عادل يا اما ادرس من الاول. فدي تاني نقطه. انا دلوقتي لما اطلع بره هشتغل ايه؟ اشتغل في مطعم اغسل صحون ومش عارف، حلو وتمام، هفضل طول عمري اغسل صحون ولا هفضل طول عمري اشتغل عند حد يمرمطني وهفضل؟ مش هينفع. قعدت 4 سنين ادرس وفي الاخر لما اطلع بره شهادتي مش معترف بيها، يا اما عايز اعادل يا اما هدخل في بروسس هتحتاج فلوس برضو. تالت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، تعال نقول يا حبيبي انا خلاص انا طلعت بره، انا في اي بلد اوروبيه ولا في اي حاجه، تمام، انا مش عايز اطلع من البلد علشان انا بائس هنا، او انا مش عايز اطلع من البلد علشان انا اموري مش ظابطه هنا، او انا مش عايز اطلع من البلد علشان انا بكره البلد، او علشان انا مش عارف ايه عندي فانديتا. ما عنديش الحاجات دي كلها، انا حياتي الحمد لله مستقره ومبسوط ومع عيلتي واصحابي وكل حاجه من الكلام الجميل بتاعنا ده، هو حقيقي، هو دلوقتي حقيقي في حياتي، بطلع على القهوه، بروح الجيم، بشوف ناس بتعامل، دي حقيقتي، حقيقه كويسه، حقيقه زي ما بنسميها بالانجليزي ستيبل او مستقره، تمام. انا مش عايز اطلع بره علشان ابقى طلعت من البلد، انا عايز اكون بره، اطلع بره اكون مستقر وما ارجعش وانا معيش حاجه، ما ارجعش وانا معيش فلوس، ما ارجعش وانا معيش شهاده، ما ارجعش وانا معيش باسبور، ما ارجعش فاضي. لان انا ما عنديش، مش عارف اقولها ازاي، بس انا صريح شويه، ما عنديش حاجه اقع عليها لو رجعت مصر تاني. يعني خلينا نقول خلاص ايسر ظبط حاله وسافر والامور تمام، او الامور ما بقتش تمام لما سافر، ما عنديش حاجه اقع عليها هنا، لا قدر الله، طبعا معايا ربنا وكل حاجه، بس خلينا واقعيين، انا شخص واقعي، مش شخص مش بيشوف احلام، او اللي هو ايه، ايسر حلمه ان هو يسافر واي حاجه تحصل بره بقى، لا مفيش حاجه اسمها اي حاجه تحصل بره. انا شخص بعمل اوديت، او انا بعمل جرد، او انا بفكر في كل حاجه، انا بشوف الامور هتبقى ماشيه عامله ازاي. فانا لو حتى طلعت من البلد والامور ما ظبطتش بره، ما عنديش حاجه اقع عليها تاني، او ما عنديش حاجه آه تاخدني هنا او تظبطني هنا لو الامور بره ما ظبطتش معايا. فدي حاجه برضو تانية انا دايما بتبقى في دماغي، او دايما او حاليا بفكر فيها. وحاجه برضو
مهمه بالنسبه لي. ايسر الوضع دلوقتي صعب ومش عارف ايه، ما سافرتش ليه من سنتين، من 5 سنين، من 10 سنين لما الوضع كان احسن او مش سيء زي مثلا دلوقتي؟ هقول لك انا استنيت ليه. استنيت بمزاجي. أنا خلال ال10 سنين اللي فاتوا انا كنت هنا في البلد او موجود في البلد او ما حبيتش اسافر بمزاجي عشان كان عندي خطه او كان عندي خطط انا حاططها علشان احققها في البلد. وانت بتبقى ذكي طبعا ما تحققتش يعني، وانت الشخص الذكي اللي بيبقى عارف امتى الخطط بتاعته ما تحققتش وان هو لازم يشفت او يروح مكان تاني او يأكزت من مكان تاني. وده اللي انا بعمله دلوقتي. علشان كده برضو انا بحط حاليا خطه 5 سنين، انا هكون فين ال5 سنين الجايين، انا هحقق ايه السنه الجايه والسنه اللي بعدها لحد ما اعدي 5 سنين. علشان وانا هقول لك انا هعمل ايه خلال ال5 سنين الجايين، علشان زي ما بيقولوا بالانجليزي to hold myself accountable قدام الناس كلها. ايسر انت كنت بتشتكي من الاقتصاد، ايسر انت كنت بتشتكي من الظروف، ايسر انت كنت بتشتكي من 1 2 3، بس انت عملت ايه بقى علشان تخرج من الوضع اللي انت فيه؟ دي اهم حاجه بالنسبه لي. مش شكوى ولا انت تكون نيجاتيف ولا اي حاجه دي. لا 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 لا، اهم حاجه بالنسبه لي انا هعمل ايه دلوقتي علشان اخرج من الوضع اللي انا فيه.